صباح الخير، صباحكم سعادة وتفاؤل وراحة بال، يا رب جميعا تكونوا بخير. انا عملت معاكم قبل كده عيش التورتيلا بالدقيق الابيض وعجب ناس كتير والحمد لله طلع معاهم ناجح من اول مرة. فقلت لنفسي ايه، طب والناس اللي عاملة دايت او اللي ماشية على نظام غذائي مثلا هتعمل ايه؟ تحرم نفسها مثلا يعني وما تعملش احلى سندوتشات بعيش التورتيلا؟ اكيد لا طبعا. احنا ممكن نعمل كل حاجة واي حاجة هي بس بطريقة صحية، علشان صدقيني يا قمر ان انت لو حسيتي انك حارمة نفسك من حاجات كتير علشان الدايت فانت هتزهقي بسرعة وصدقيني مش هتكملي ابدا. فلازم جدا ولا بد واساسي انك ما تحرميش نفسك من اي حاجه ايا كان هي ايه، ممكن تاكليها بس بطريقه صحيه وصدقيني برضو بيطلع طعمها حلو. وزي ما انا قبل كده عملت معاكم التوست الابيض وعجب ناس كتير، بعدها على طول نزلت بالتوست الاسمر وعجب ناس اكتر. فحبيت النهارده اعمل معاكم عيش التورتيلا بدقيق القمح الكامل علشان تقدري تعملي احلى سندوتشات وتقدري تعملي بيه وصفات للفطار باشكال كتير جدا. تفطري بقى او تتغدي او تتعشي، المهم ان انت تاكلي كل اللي نفسك فيه وانت ضميرك